السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ كنا بنتكلم بقالنا اكتر من فيديو عن الكوليكشن داتا تايب اللي هي بتمكنني ان انا اخزن اكتر من قيمة في متغير واحد، واتكلمنا بشكل تفصيلي عن اول نوع منها هو الليست. وقلت الليست دي لما بتكون محتاج تخزن مجموعة من القيم مع بعض. تمام، وعرفنا انا بخزن الليست ازاي، والشكل اللي انا بخزن بيها الليست، والشكل او الطريقه اللي انا بجيب منها القيم من الليست. بعد كده اتكلمنا عن الست وقلنا ان هما الاتنين شبيهين جدا ببعض، ولكن اتكلمنا عن الاختلافات اللي بينهم، ان الليست فيها اندكس اما الست مفيش فيها اندكس. والست بتسمح بتكرار القيم ولكن الست ما بتسمحش بتكرار القيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اخر نوع عندنا في الكوليكشن داتا تايب الا وهو الماب. زي ما كلمتك قبل كده قلت لك ان الكوليكشن داتا تايب كلهم عندهم نفس الفكره اللي هو ايه، ان انا بخزن اكتر من قيمه في متغير واحد، ولكن الاختلاف في طريقه التخزين وطريقه الاسترجاع. انت بتحدد انت هتستخدم انهي واحده فيهم بناء على الحاله اللي قدامك، انت محتاج تخزن القيمه ازاي وترجعها ازاي. طيب، يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا كنا في الليست كنا بنخزن مجموعة قيم عادية خالص، بنقول له خزن لي مثلا مجموعة الأعمار، أو خزن لي مثلا لستة فيها أرقام، وليكن 20 10 30 هكذا، وبوصل لها من خلال الاندكس عادي. صح؟ جميل. طيب، والماب برضو يعني شبيهة لها شوية. طيب، الماب يعني هتكون مختلفة شوية. ليه مختلفة شوية؟ لأن انت خلي بالك لما كنت في الليست كنت بتخزن القيم، والقيمة كل واحدة بيكون لها ايه؟ اندكس. والاندكس ده بيكون يعني ايه؟ مش عشوائي، بيكون ترتيبي. يعني مثلا بيبدأ من الزيرو لغاية مثلا عدد اللي هو عدد عناصر الليست زائد ناقص واحد. صح؟ جميل. ومن خلالها، من خلال الاندكس ده، انت بتطلب ايه او انت بتسترجع القيم دي. جميل جميل. طيب الماب قال لك لا، الماب بتخزن مجموعة من القيم في متغير واحد. جميل. ولكن ما عندهاش بقى اندكس ولا الكلام ده كله. امال عندها ايه؟ قال لك عندها حاجه اسمها كي. عندها حاجه اسمها ايه؟ كي. ايه الكي ده؟ الكي ده خلينا نقول دلوقتي لغايه ما نفسره ان هو حاجه بديله للاندكس. مش انت بتوصل للقيمه في الليست عن طريق الاندكس؟ يقول لي ايوه. اقول لك برضو نفس النظام، انا بوصل للقيمه في الماب عن طريق الايه؟ القيم. ولكن الفرق ان الكي ده انت اللي بتحدده، انت اللي بتعمله بايدك. اما الليست ده حاجه افتراضيه، يعني مثلا معروف انها بتبدا من زيرو بتنتهي لغايه الايه؟ لغايه مثلا عدد عناصر الليست ناقص واحد. لكن الكي اللي في الماب ده انت اللي بتعمله بايدك. فالماب تقول لك ايه؟ انت علشان تخزن هي قيمه، كل قيمه لازم يكون ليها كي. عشان كده تقول لك ان الماب بتخزن القيمه عن طريق حاجه اسمها الكي والفاليو. الكي اللي اتكلمنا عنه، الفاليو اللي هي القيمة اللي انت عايز تخزنها. تمام. وهكذا عايز تخزن كمان قيمة عادي خالص، كأنك لأن انت تبع الكوليكشن داتا طيب هتخزن مجموعة من القيم. ولكن الماب كل قيمة هتخزنها بيكون معاها ايه؟ الكي بتاعها اللي حضرتك تقدر توصل بيه للقيمة دي. صح؟ جميل. طيب، خلينا مثلا ان احنا في مثال بيقول لك مثلا انا عايز آه، نوع، انا عايز اخزن مجموع او عايز اخزن اعمار الناس اللي عندي. نفترض انا عندي شركه، تمام، وعايز اخزن كل واحد او كل شخص عنده عنده كام سنه، الاعمار بتاعته. طيب، تعالى نقعد كده مع بعض كده ونشوف. اه، انا اول حاجه جت في ذهني ان انا هخزن مجموعه، يبقى انا على طول اروح للكوليكشن داتا تايب. طيب، انا عندي ثلاث انواع في الكوليكشن داتا تايب، اختار مين؟ خلينا نقول ان احنا هنختار بين الليست
وبين الماب، لان خلينا نقول ان الست شبه الماب. الست شبه الليست. تمام. فاحنا هنقارن بين الليست وهنقارن بين مين؟ بين الماب. طيب انا دلوقتي لو قلت انا هخزنها في ليست، حاجه اقول عندي ليست وانا هخزن اعمار، وليكن هتبقى مثلا انت فرضا. جميل. وهقول له edges بتساوي مثلا واحد عنده 25، وواحد عنده مثلا 55، واحد عنده مثلا 22، واحد عنده مثلا 45، وهكذا. جميل. جميل جدا. طيب انا عايز بقى اعرف انا عمر احمد ده هو كام. عايز اعرف عمر احمد اللي معايا في الشركه ده هو كام. تيجي تبص هتلاقي احمد. طب انا هعرف احمد هنا منين؟ ده انا عندي 25 وعندي 55 وعندي 22 وعندي 5. طب انا اعرف عمر احمد ازاي منين؟ ما عنديش حاجه في القيمه هنا مربوطه باحمد، عشان اقول دي مربوطه بحاجه تبع احمد، فخلاص دي يبقى ال 55 ده عمر احمد. صح. طيب هقول انت عندك هنا الليست، يبقى اوصل لها عند الاندكس. طيب ما انت عندك برضو الاندكس. لو جينا عملنا الاندكس اهو، هنلاقي ان انت عندك دي زيرو، ودي واحد، ودي اتنين، ودي تلاتة. هتعرف برضو توصل للقيمة او العمر بتاع احمد عن طريق الاندكس ازاي؟ هتلاقي حاجة واضحة. صح. يبقى انت لما جيت شفت الكيس اللي قدامك او الحل اللي قدامك، عرفت ان الليست مش هتنفع معاه. طب تعال نشوف الماب بقى بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عنها. قال لك بكل بساطة انا عندي هعمل ماب. جميل. والماب دي هتكون مثلا اسمها edges مثلا 2 بتساوي، واحط القوسين ايه؟ المجموع. جميل. طيب احنا هنا كنا بنحدد شكل البيانات اللي هتتخزن، سواء انت سواء دبل سواء سترينج سواء بوليان. صح. طيب هنعمل هنا برضو تحت نفس الكلام في الماء اهو، ولكن هنا الفرق ان انت هتحدد شكلين مش شكل واحد. يعني احنا هنا كنا بنقول list مثلا اوف انتجر حاجه، ليه؟ لان انا اخزن قيمه انتجر عدد صحيح. صح. طيب هنا في الماب قال لك لا، في الماب انت بتحدد قيمتين، او بتحدد، سوري، بحدد شكلين لقيمتين، اللي هم مين؟ الكي والفاليو. يعني ايه الكلام ده؟ يعني خلي بالك انا هنا عندي، انا علشان اخزن الاعمار بتاعت الناس دي بعمل الاتي. بقول له والله انا عندي واحد اسمه احمد، عمره مثلا 22، وعندي مثلا واحد تاني اسمه علي، العمر بتاعه مثلا وليكن 25. فانت بتبقى محتاج تعمل ايه هنا؟ تحدد شكل الكي بتاعك. الكي بتاعك شكل القيمه بتاعته هتكون عامله ازاي؟ انا عندي هنا مين؟ تكست. صح. يبقى انا عندي اقول له خلي بالك الشكل بتاع الكي بتاعي هيكون سترينج. جميل جدا. طيب القيمه بتاعتك شكلها هيكون عامل ازاي؟ والله قلت له هنا لو بصيت هتلاقي ان هي ده اعمار، يبقى اصلا شكلها هيكون ايه؟ انت. يبقى انا هنا بحدد حاجتين، حدد شكلين للبيانات، اللي هم ايه؟ اول واحد بتاع الكي، وتاني واحد بتاع القيمه ذات نفسها. طيب حاجه مثلا هقول مثلا حد تاني وليكن مثلا، بس مثلا اي حاجه. تمام. اهو. واقول له مثلا 55. تمام. طيب هنا بقى لو قلت لك بقى خلاص هات لي عمر احمد، تعرف تجيبه ليه؟ لان احمد 22. لا، لقيت ان احمد ده في حاجه بتعبر عنه.
عرفت ان ال 22 دي مربوطه بعمر احمد، مش مربوطه بعمر اي حد كده وخلاص. عكس فوق، شوف 25، طب 25 دي بتاعت مين؟ ما احناش عارفين بتاعت مين. تمام. اذا هنا لما حددت الكي، عرفت ان انت تخزن قيمه معينه هتقدر توصل لها بشكل ايه؟ بشكل بسيط جدا. عن طريق مين؟ عن طريق الكي. طيب بعمل ايه؟ بقول له مثلا انا عايز عمر احمد، اقول له بكل بساطه، اقول له الماب بتاعتي اسمها ايه، واجي هنا اقول له افتح قوسين اللي هم الفتره دول، واجي احط هنا مين؟ الكي بتاعي، اقول له احمد. فبالتالي لما اعمل رن الاقي ان هو ايه؟ طبع لي مين؟ عمر احمد. يبقى انا ما قلت انا عايز عمر احمد، قلت له انا مخزن قيمه عمر احمد اصلا بالكي. فبالتالي روح اطبع الكي، او روح هات الكي بتاع احمد. فبالتالي لما تقول له هات الكي بتاع احمد، هيجيب لك مين؟ الفاليو بتاعتها. يبقى انا هنا الفرق بين الاثنين، انا في الليست بوصل للقيمه عن طريق مين؟ الاندكس. قلت لك الاندكس انت حاجه افتراضيه، بيبدا من واحد وينتهي لمين؟ لعدد القيم ناقص واحد. اما هنا الكده براحتك انت بقى، انت اللي بتحدده بقى. انا عايز اوصل للقيمه دي بالكده، عايز اوصل للقيمه دي بالكده، عايز اوصل للقيمه دي بالكده. جميل. انت عادي بقى ممكن بقى تغير بقى الشكل ده مثلا. يعني انت عندك احمد ده ممكن توصل له عن طريق حاجه تانية. يعني انا مثلا ممكن اوصل له عن طريق مثلا رقم قومي فرضا يعني. فبالتالي انا عندي ده هقول له ايه؟ اقول له خلي بالك انا عندي هنا مثلا هيبقى مثلا خلينا نقول دبل مثلا، واعمل ايه؟ واكتب الايه؟ الرقم القومي بتاعي. ومجرد ما اكتب الرقم القومي اللي هو الكي، هيطلع عمر الشخص ده، وهكذا. يبقى اذا انت عندك القيم مربوطه بمين؟ مربوطه بكي. الكي ده مهمته ان انت من خلاله تقدر تحصل على ايه؟ على القيمه دي. جميل. وعاد بقى ممكن تغير ايه؟ غير هنا. طب جميل. طيب انا الوقت انا عارف ان الكي، متاكد ان الكي بتاعي هو سترينج، هيجي في شكل تكست. طب فرضا انا مانيش عارف القيمه هتجيلي ازاي، او بشكل اخر. مره القيمه بتكون سترينج. القيمه خلي بالك، انا بتكلم على القيمه، انا خلاص انا عرفت ان الكي بيساوي ايه، على طول شكله بيكون ايه؟ سترينج. طيب انا عندي القيمه هنا مره بتجيلي انتجر، مره بتجيلي دبل، مره بتجيلي بوليان، مره بتجيلي مش عارف ايه، مره ايه، مره إيه. اشكال مختلفه، اشكال مختلفه. فخلاص انا بالنسبه لي للشكل ده، أنا خلاص انا اعتمدته مش هغير، لان انا عارف ان الكي بالنسبه لي هيكون ايه؟ تكست. المشكله عندي هتكون هنا، انت محدد انت، وانت راجل بتقول ايه؟ ان انت ممكن هيجي لك انت، وهيجي لك دبل، وهيجي لك سترينج، وهيجي لك بوليان، وهيجي لك حاجات كتير خالص. طب ما انت محتاج ان انت تهندل الجزئيه دي، لان انت لو عملت انت وجالك حاجه تانية مش هتتخزن. تقول لي فعلا صح. المفروض بقى وانا بسالك السؤال ده، انت يخطر في ذهنك الطيب او الداتا تايب اللي اسمها ايه؟ الديناميك. ليه الديناميك؟ لان قلت لك الديناميك دي ما بتزعلش حد. جدع. قلت لك بتاخد اي قيمه باي شكل وهتخزنها وهتستقبلها ومفيش اي مشكله. كريمه. تستقبل اي حد. فبالتالي اجي هنا اقول له انت هنا يا عم الحاج دايناميك. طب ليه؟ علشان انا ممكن اجي هنا اعمل اقول له اللي جاي لي ونص، 25 ونص. ممكن مثلا الحاجه اللي جايه لي هنا، مثلا القيمه اللي جايه لي هنا مثلا خلينا نقول ترو. فايه استقبل. طب لو كانت زي ما هي انت، كان هينفع الكلام ده؟ لا ما هينفعش. يبقى اذا انا لما بكون مش عارف القيمه بتاعتي، او بمعنى اصح القيم اللي عندي هتجي لي باشكال مختلفه او بداتا تايب مختلفه، يبقى انا لازم احط ايه؟ دايناميك. ما ينفعش ان انا اخليها ايه؟ انت او دبل او سترينج. ما ينفعش ان انا احددها. تمام. الشكل ده او الماب انا بالنسبه لي مهمه جدا جدا جدا. الليست مهمه جدا جدا. الماب وبرضه الست مهمه، ولكن احنا بنتكلم في الاكثر استخداما. هما الست، ومين هما الليست، ومين؟ والماب. تمام. جميل جدا. ان شاء الله الفيديو الجاي
هنكمل كلامنا عن الماب ونتكلم عنها بالتفصيل زي ما اتكلمنا عن الايه، الليست. استناك الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.